رب تكونوا بخير. المهيئة، يعني ايه مهيئة؟ المهيئة ان كل شخص يمتلك جزء معين في عقار شائع. يعني ايه بالبلدي؟ دلوقتي مثلا على سبيل المثال في ورثة يمتلكوا عمارة فيها اكتر من شقة سكنية، فكل واحد فيهم مثلا واخد شقة في دور معين، فالشقة دي ممكن هو يتملكها حتى لو مفيش اتفاق كتابي بينه وبين الورثة، حتى لو مفيش برضو اسمه. طيب ازاي؟ في نوعين من المهيئة. المهيئة المكانية، ان كل واحد فيهم يختص بجزء من العقار يبقى قاعد فيه، دي المهيئة المكانية. او المهيئة الزمنية، يعني كل واحد فيهم ينتفع بجزء من العقار معين لمدة معينة، ويجي الشخص التاني ياخد نفس المدة في نفس العقار. طيب المهيئة لو في حد، يعني الشروط بتاعتها ان لو حد فضل في المكان اللي المفروض هو قاعد فيه، اللي هو الجزء من العقار ده، لمدة 15 سنة، بتنقلب القسمة الرضائية إلى قسمة نهائية، وبالتالي يجوز له ان هو يتملك هذا العقار، وده وفقا لنص المادة 846 من القانون المدني. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.